ميسي انتقل لانتر ميامي، ورونالدو سجد داخل الملعب في السعودية، إبراهيموفيتش يعتزل كرة القدم حرفيا، وكريم بنزيما ينتقل من ريال مدريد للاتحاد. بهذا الفيديو جاي يحكي لكم عن هذا الموضوع، وبنصحكم تكملوا المقطع للآخر لأنيتو أنا يعني رأيي غير رأي كل العالم، غير كل اليوتيوبر اللي سمعتوهم من قبل. رح نبدأ من أهم الشي لأقل أهمية، طبعا كل المعلومات جدا مهمة ولكن رح نبدأ من أهم الشي. طيب أهمهم إنه ميسي انتقل لإنتر ميامي. إنتر ميامي نادي تم افتتاحه 2018، نادي من أسوأ النوادي اللي موجودة بأمريكا حرفيا، وأنا برأيي انتقاله شي جيد. طيب رح نحكي عن سبب انتقال ميسي لانتر ميامي. ليش ما راح على الهلال مثلا؟ بما انه الهلال تقريبا يمكن 500 مليون او 600 مليون، صححوا لي بالتعليقات، يعني اعطوه عرض جدا قوي. ليش اختار 60 مليون اللي هو انتر ميامي؟ شوفوا السبب جدا واضح. ميسي اتفق مع انتر ميامي انه يعطوه نصف الارباح تبع التيشيرتات اللي راح تنباع، وانا متأكد انه راح تنباع تيشيرتات بشكل كبير مثل ما صار مع النصر. وبنفس الوقت اخذ ارباح شوية من اديداس ومن ابل، فيعني بزنس جدا قوي، وعلى المدى البعيد راح يطلع اكتر من اللي حيعطوه الهلال، اكتر بكتير راح يطلع. وتاني سبب من اهم الاسباب كمان انه زوجته ما حبت تعيش بسعودية، ولاده ما وافقوا انه يعيشوا بسعودية وفضلوا يروحوا يعيشوا بامريكا. مع اني انا بشجع رونالدو، بس اكيد ميسي لاعب يعني اسطورة ما بينحكى فيه، فانتقاله لانتر ميامي انا برأيي شي جيد من ناحية البزنس، ولكن شي سيء من ناحية كرة القدم. طيب ننتقل لرقم اثنين، واللي هو سجود رونالدو بالملعب. طبعا يطلع واحد ويقول لك يتفلسف يقول لك رونالدو والله اسلم ورونالدو صار مسلم. حبيبي انت شو بتعرف انه رونالدو هو شافه من المغرب احتفالية فنزل صار يسجد يقول سي. خلينا نكب المزح ونحكي بالواقع. مثل ما شفنا الصور، ركزوا معي، الصور يلي تسربت لرونالدو هو عم يسجد فقط من كاميرات من المشجعين يلي قاعدين على الكراسي الملعب، حرفيا ولا لقطة من كاميرات تصوير الملعب. يعني اكيد رونالدو دخل جول، كل كاميرات التلفزيونات حتصور رونالدو اللي بالملعب، بس حرفيا ولا لقطة انتشرت من كاميرات الملعب. صراحة ما بعرف شو هو التوضيح لهذا الشيء، في سبب معين الاعلام ما حب يفرجي هذا الوجه. يعني حرفيا هي صورة واحدة انتشرت اللي هي اللي مصورة من كراسي الملعب من طرف شخص. ونحن اكيد دائما بنقول ان شاء الله رونالدو يسلم، وانا متأكد اذا رونالدو اسلم رح يغير شيء كبير، وانا متأكد في كثير ناس رح تسلم بعده. طيب نجي لثالث معلومة، واللي هي انتقال بنزيما للاتحاد. صراحة أنا هي فرحتني. طبعا أكيد هي زعلت جميع مشجعي ريال مدريد، ومع إني أنا مشجع ريال مدريد، بس صراحة أنا فرحت لأنيتو بنزيما عربي، وأنا متأكد إنه كان لازم يكون فريق عربي من الأول. فأنا مع إنه بنزيما يروح على الاتحاد. بكرة بنصير بنشوف مباريات بنزيما ضد رونالدو بين النصر والاتحاد. طيب نجي لعند آخر معلومة عن اليوم، اللي هي اعتزال الأسطورة إبراهيموفيتش. أكيد إبراهيموفيتش غني عن التعريف، أسطورة الأساطير، أسطورة كرة القدم. أكيد كلياتنا زعلنا بهالسبب بسبب اعتزاله، ولكن بدي فرجيكم فيديو حرفيا مضحك جدا. يعني إبراهيموفيتش قصف مشجعينه بالملعب وهو عم يعتزل. هلا بدي احط لكم فيديو شوفوا منيح. A Milan, fischia, fischia, questo è il momento di dimostrarlo, che vedete me. وصلت هاي اللحظة وما زلت اشتركت بالقناة، بتمنى تنزل تشترك بالقناة مشان نوصل 1000 مشترك بأسرع وقت. وما بعرف بركي إذا وصلنا 1000 مشترك نصير نطمح بالأهداف الأكبر اللي هي بعد 50 ألف و100 ألف، والهدف الكبير المليون. فأكيد أنا بمساعدتكم بكبر، ما رح أحسن أسوي شي لحالي، بفضل الله ثم بفضلكم رح أكبر ورح أنجح إن شاء الله. طبعا شاركوني بالتعليقات أي شي بدكم إياه، أي معلومة حابب تفيدوني إياها. ممكن أنا بهالفيديو حاكي شي غلط، بتمنى كمان تصححولي بالتعليقات. طبعا هذا انستغرامي، رح اترك لكم انستغرامي بالتعليق المثبت. انستغرام رح انشر لكم يوميات كتير حلوة، وممكن نفتح بثوث مباشرة ونحكي مع بعض على انستغرام. وكتير مهم تكتبوا لنا بالتعليقات شو بدكم يكون محتوى الفيديو الجاي، شو عن شو حابين نحكي، شو حابين ننشر، كمان انتو رأيكم كتير بهمني. وطيب هون بنكون وصلنا لنهاية المقطع، حكينا عن هدول الأربع معلومات الخطيرة يلي صاروا بوقت قريب جدا. بتمنى انكم تكونوا استفدتوا من المقطع واستمتعتوا وما مليتوا بالمقطع. ان شاء الله رح احاول احسن بالمونتاج وبالصور المصغرة، عم بحاول اتعب قد ما بحسن،
مشان أوصلكم بأفضل شكل المعلومات. ولا تنسوا تصلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. سلام.